تفتكر يا صديقي مين من الفرق الاربعه المشاركه في كاس السوبر واللي هيلعبوا النهارده عليه اكبر ضغط جماهيري؟ تفتكر النادي الاهلي ولا نادي الزمالك ولا بيراميدز ولا سيراميكا كليوباترا؟ تعالوا كده نتكلم بالعقل وناخد فرقه فرقه ونشوف مين اكتر فرقه عليها ضغط جماهيري. اول حاجه نادي الزمالك، نادي الزمالك لسه معين اصلا مدير فني جديد، هو اصلا ما كانش جاي مدير فني، ده كان جاي مدرب مساعد مع يانيك فيريرا، ولسه يا عيني ما لحقش يلعب مباراه ويانيك فيريرا مشي ومسك اول مباراه في الدوري وكسب، وجاي البطوله دي غير مطالب باي حاجه. طب بيراميدز برغم ان هو بيقدم موسم كويس جدا، ولكن بيراميدز لو ما فازش عادي جدا، ياما بيراميدز دخل بطولات وما فاز ولا بيحصل اي مشكله ولا بين اللاعبين ولا بين الاداره. سيراميكا كليوباترا تحس ان هي مسستمه دماغها على كاس الرابطه بس، ولا بتحاول في كاس مصر، ورغم انها متصدره الدوري السنه دي، ولكن انا بقول لك هم واثقين مليون في الميه ان هم مش هياخدوا الدوري. اي نعم هي فرقه قويه جدا، ولكن اخرها هتبقى ثالث رابع في الدوري، ولكن تاخد كاس السوبر دي اعتقد يعني ممكن حلم يطمحوا ليه، لكن لو ما خدوش مش هيحصل حاجه يعني. نائب محمد ابو العلم مش هيقول لهم حاجه، كتر خيركم لو خدتوا المركز الثالث اصلا، كتر خيركم. نيجي لاخر فرقه وهي النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي مش محتاج اقول لك بعد الصفقات اللي عملها دي كلها، كميه الضغط اللي اتحطت على مجلس الاداره واللاعبين. كاس العالم للانديه ما صعدش تمام، الدوري مش ماشي كويس، فما قدموش غير البطوله دي اللعيبه تثبت نفسها فيها. فانت بعد ما جبت زيزو، تريزيجيه، بن رمضان، بن شرقي، كل الناس دي، وفي الاخر ما تخش كاس سوبر،